مشاهدينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية، استهلوها بالعناوين. وزارة العدل تنظم ندوة تهدف إلى تكامل القيم الوطنية في نظام العدالة الوطني. الاحتفال باليوم العالمي للعمال في كرن على مستوى إقليمي عنسبة. فحوصات مجانية للعين والعظام للمحاربين المعاقين القدامى في شمال البحر الأحمر. الغابون تدرس إغلاق القاعدة العسكرية الفرنسية. تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي أكثر من المتوقع. مصنع 42 شخصا بانهيار سد في كينيا. السلام عليكم ورحمة الله. افتتحت اليوم 29 من إبريل في فندق أسمر بالاس ندوة تستمر اليومين حول القيم والعدالة، نظمتها وزارة العدل وتهدف إلى إدخال القيم الوطنية في نظام العدالة الإريترية، شارك فيها خبراء وطنيون وأجانب. وقالت وزيرة العدل فوزية هاشم في كلمتها التي ألقتها في حفل الافتتاح الذي حضره ممثلو الوزارات والجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة وقوات الأمن والشرطة، بالإضافة إلى رؤساء وكالات الأمم المتحدة في إريتريا ودبلوماسيين وأعضاء وزارة العدل وضيوف آخرين. قالت إن الهدف هو ضمان نظام عدالة يأخذ في الاعتبار التجارب الدولية والعالمية ويدمج جوهر القيم الأساسية للمجتمع الإريتري. وأضافت الوزيرة فوزية أن القوانين الوطنية الرئيسية تعكس القيم التي تطورت على مدى قرون طويلة من التعايش المشترك، ومنذ الاستقلال تم العمل على دمج وتجسيد جوهر هذه القيم الوطنية في نظام العدالة، مع إبراز رؤية إريتريا للسلام والتعايش الإقليمي والعالمي. بعد ذلك تمت مناقشة مواضيع بعنوانين، وهما نظرة عامة على عملية إصلاح نظام العدالة الوطني من منظور التنمية المستدامة، والقيم الوطنية التي تعزز عملية إصلاح نظام العدالة الإريتري. وتستمر مناقشة القيم والعدالة غدا 30 من إبريل، ويشارك في المناقشة خبراء وضيوف قدموا من السنغال وكينيا وإثيوبيا والصومال ونيكاراغوا وإيطاليا وفرنسا. شهدت حاضرة إقليم عنسبة مدينة كرم في 26 من إبريل فعاليات الاحتفال بالأول من مايو، يوم العمال العالمي المنتظم تحت شعار الكفاءة المهنية محرك التنمية. وذكر رئيس الكونفدرالية الوطنية للعمال السيد أتو برهان جبرات أن هذا اليوم هو يوم لزيادة العمال مشاركتهم وتجديد التزامهم بالمساهمة، موضحا بضرورة تجديد الكفاءة المهنية مصحوبة بالتدريب والتعليم لدى العمال باستمرار. ودعا رئيس وحدة العمل في فرع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية السيد صهيح حجوس الموظفين على المساهمة في النضال من أجل العدالة الاجتماعية الرامية إلى تصدي الأجيال. وحث سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد هيلة ولد برهان في كلمته الختامية حث العمال على العمل من أجل تعزيز مساهمتهم في تحقيق برامج بناء الوطن من خلال منظماتهم. بهذه المناسبة تم توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة المعلومات العامة بين الموظفين. يقوم فريق من أطباء نظمته الجمعية الوطنية للمحاربين المعاقين القدامى بإجراء فحوصات مجانية لأعضائها الذين يعانون من مشاكل بصرية وعظامية في 3 مديريات بإقليم شمال البحر الأحمر. وقال السيد رزان مبرهت ممثل الخدمات الطبية بالجمعية إن البرنامج يهدف إلى تقييم الحالة الصحية للمحاربين المعاقين القدامى وتقديم المساعدات الطبية للمشاكل التي قد تنشأ مع التقدم في السن. وقال قدام المحاربون المعاقين الذين تلقوا الخدمة لوكالة الأنباء الإريترية إن المساعدات الطبية هي دليل على رعاية الحكومة والجمعية، مناشدين للإبلاغ المسبق مستقبلا. وضم فريق الأطباء الذي أجرى فحوصات العيون الدكتور ألم زكرياس مدير الوقاية من العامة بوزارة الصحة، والدكتور كحساي فسهاسيون مدير مستشفى برهان عيني، والدكتورة سنايت فسهية من المملكة المتحدة.
نظم فرع العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم القاشبركة تدريبا صحيا حول ضمان حقوق المرأة والطفل والقضاء على الممارسات الضارة في مديرية غونية في 24 من إبريل. وقال القائم بأعمال فرع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية السيد تسفا جبريل قبر سلاسي إن التدريب الذي نظم لمسؤولي إنفاذ القانون ورجال الدين والنساء وإداري الضواحي والمعلمين والشرطة. قال إن التدريب يأتي استمرارا للحملة والتثقيف الذي تقوم به اللجنة المعنية بضمان حقوق المرأة والطفل والقضاء على ختان الإناث وزواج القاصرات. وقد نظمت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية تدريبا بعنوان الخطة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الطفل، فيما نظمت وزارة الصحة تدريبا آخر بعنوان عواقب الختان وزواج القاصرات، والاتحاد الوطني للمرأة تدريبا ثالثا بعنوان الحقوق الأساسية للمرأة، ووكيل النيابة بإدارة إقليم القاشبركة تدريبا رابعا بعنوان الممارسات الضارة بالنظر إلى القوانين الدولية والوطنية. من جانبهم حث رجال الدين المجتمع على رفع مستوى الوعي ومحاربة الممارسات الضارة التي تسبب أضرارا جسيمة على المرأة. في الختام تعهد المشاركون بالعمل الجاد للقيام بحملات واسعة للقضاء على ختان الإناث وزواج القاصرات وتقديم المخالفين إلى العدالة. عقد في 26 من إبريل في مدينة قنداع اجتماع لمناقشة البحوث الجارية حول نتائج الامتحانات الوطنية والفصلين الثالث والخامس على مستوى إقليم شمال البحر الأحمر. شارك في الاجتماع مديرو المدارس من 7 مديريات والمشرفون التربويون ومسؤولو المدارس. وأوضح بأن البحث أجري على مستوى البلاد في أكثر من 80 مدرسة بمشاركة حوالي 5000 طالب، وفي 10 مدارس على مستوى الإقليم. وقال مسؤول وحدة التربية في قسم التعليم العام الأستاذ توكو كيداني إن الدراسة ركزت على نتائج الطلاب في الامتحانات الوطنية وخاصة الفصلين الثالث والخامس، وتهدف إلى مناقشة المشاكل وإيجاد الحلول لها. وذكرت مديرة فرع التعليم التربوي والامتحانات في الوزارة الدكتورة حليمة محمد إن الدراسة تجري منذ عام 2001 للمرة الخامسة، وكانت عاملا رئيسيا لإيجاد معلومات حقيقية موضحة تميز المعلمين الذين مروا عبر تأهيل المعلمين في جودة وكفاءة التعليم. ودعا مسؤول التعليم في الإقليم الأستاذ رشيد محمد عثمان الآباء للعمل إلى جانب المعلمين، إدراكا لدور متابعة الآباء لأبنائهم الذي يعتبر جزءا من العملية التعليمية، بالإضافة إلى رفع ثقافة القراءة والكتابة وحل النقص في الكتب، مناشدا لاستمرارية عملية التقييم للدراسة المنظمة وأهميتها. نظم أسبوع ثقافي لتنظيمات الشباب العمال والطلاب في الفترة من 25 إلى 27 من إبريل في مديرية قلعلو. وقال رئيس فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة السيد أحمد حمو إن المسابقات شملت المعلومات العامة والشعر والخطابة والرقص والدراما. وقال رئيس التنظيمات في إقليم شمال البحر الأحمر السيد صالح نافع إن التنسيق بين جميع الشركاء والجبهات أمر بالغ الأهمية لتعزيز تنظيم الشباب العمالي، مذكرا الشباب وخاصة الطلاب لزيادة مساهماتهم في الجهود الجارية لرفع كافة القدرات الشبابية. وقال إن اليوم الثقافي لتنظيمات الشباب العاملين والطلاب بإقليم شمال البحر الأحمر سيقام في جميع المديريات حتى 15 من مايو. وقال مدير المديرية سيد محمود إبراهيم إن التنظيم الشبابي بشكل عام والشباب العاملين بشكل خاص مهم في الحفاظ على قيم المجتمع وغرسها، مؤكدا وقوف الإدارة إلى جانب التنظيم الشبابي. في الختام تم توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقات. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية. ذكرت إذاعة فرنسا الدولية أن لجنة سياسية غابونية دعت إلى إغلاق القاعدة العسكرية الفرنسية في الدولة الواقعة في وسط إفريقيا ومراجعة اتفاقيات الدفاع مع باريس. وبحسب المنفذ فقد تم تقديم الاقتراح في تقرير في الحوار الوطني الجاري في العاصمة ليبرفيل، والذي عقدته الحكومة العسكرية الغابونية بهدف إعادة البلاد إلى الحكم المدني. وتنتشر في فرنسا أو تنشر نحو 400 جندي في قاعدتها الواقعة شمال ليبرفيل مكلفين بتدريب القوات الغابونية.
وفي سبتمبر علقت باريس تعاونها العسكري مؤقتا مع البلاد ردا على الانقلاب الذي أطاح بالرئيس علي بونغو الذي حكم البلاد لفترة طويلة. مع ذلك بعدما يزيد قليلا عن أسبوع من وقف العمليات، أعلنت وزارة القوات المسلحة الفرنسية أنها ستستأنفها ببطء. وبرر وزير القوات المسلحة الفرنسية سيباستيان ليكورنو هذه الخطوة، مدعيا أن الوضع السياسي في ليبرفيل لا يمكن مقارنته بالوضع في النيجر، حيث أعلنت باريس مرارا وتكرارا أنها لن تتعاون مع ما تعتبره حكومة عسكرية غير شرعية. تباطأ النمو الاقتصادي الأمريكي خلال الربع الأول من 2024 عند أقل مستوى منذ الربع الثاني من العام 2022. وأظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي نمو الناتج المحلي الإجمالي لأمريكا بنحو 1.6% في أول 3 أشهر من 2024، مقابل نمو بنسبة 3.4% في الربع الأخير من 2023. وكان نشاط الأعمال في الولايات المتحدة قد تباطأ خلال إبريل الجاري ليصل إلى أدنى مستوياته في 4 أشهر بسبب ضعف الطلب، في حين تراجعت معدلات التضخم قليلا حتى مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل حاد، مما يشير إلى بعض الانفراج المحتمل في المستقبل. مع بحث مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن علامات تشير إلى تباطؤ الاقتصاد بدرجة كافية لدفع معدلات التضخم نحو مزيد من الانخفاض. وذكرت وزارة التجارة أن تباطؤ النمو يعكس في المقام الأول تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي والصادرات وإنفاق حكومات الولايات والحكومات المحلية، وأن هناك أيضا تراجعا في إنفاق الحكومة الفيدرالية. لقي 48 شخصا على الأقل مصرعهم جراء انهيار سد في بلدة شمالي نيروبي، حيث تشهد البلاد أمطارا غزيرة وفيضانات. وانهار السد بالقرب من بلدة مايماهيو، مما أدى إلى جرف المنازل وقطع الطرقات، ويخشى السكان المحليون من ارتفاع عدد القتلى لأن العديد من الأفراد ما زالوا في عداد المفقودين. وذكرت مصادر أمنية أن عمليات الإنقاذ والبحث عن المفقودين مستمرة. وقبل أيام أفاد مسؤولون أن 76 شخصا قضوا في كينيا منذ مارس مع هطول أمطار أكثر غزارة من المعدل في شرق إفريقيا التي تترافق مع ظاهرة النينيو المناخية. هذا وفي سياق متصل قتل ما لا يقل عن 5 أشخاص وأصيب 33 آخرون في إعصار ضرب مدينة غوانغتشو في جنوب الصين. وقالت السلطات الصينية إن 141 مبنى تضرروا، لكن لم تنهار أي منازل سكنية وفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا. لقي 20 جنديا في كمبوديا حتفهم في انفجار مستودع ذخيرة في إحدى قواعد الجيش غربي البلاد، وفق ما أعلن رئيس الوزراء هون مانيت. وقع الانفجار الذي أدى أيضا إلى إصابة عدد آخر بجروح في قاعدة بمقاطعة كامبونج سوبو، وفق ما أفاد رئيس الوزراء دون تقديم تفاصيل إضافية. ولم تتضح بعد أسباب الانفجار، فيما أظهر الصور تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي مبنى من طبقة واحدة يتصاعد منه الدخان، كما نشر سكان قرية مجاورة صورا تظهر تحطم المنازل في منازل المنطقة، أو تحطم الزجاج في منازل المنطقة. في ختام هذه النشرة فيما يلي إلى حضراتكم تذكيرا بالعناوين. وزارة العدل تنظم ندوة تهدف إلى تكامل القيم الوطنية في نظام العدالة الوطني. الاحتفال باليوم العالمي للعمال في كرن على مستوى إقليمي عنسبة. فحوصات مجانية للعين والعظام للمحاربين المعاقين القدامى في شمال البحر الأحمر. الجابون تدرس إغلاق القاعدة العسكرية الفرنسية. تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي أكثر من المتوقع. ومصرع 42 شخصا بانهيار سد في كينيا.
انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.